تخيل يا مؤمن ان في فرق كبيرة ممكن ما تبقاش في يومها وتبقى بره يومها خالص، واللعبة كلها سيئة ومفيش لعيب في يومه وتكسب بسبب وجود الجماهير. بس انت اكيد في مصر، انت في مصر مفيش جمهور. النهاردة شفنا النادي الاهلي كان سيء، لكن لما لعبنا ناحية الجمهور بتاعنا وناحية المدرج بتاعنا شفنا لعيبة سان داونز كانت بتغلط ازاي وجبنا جونين. انا بشوف ان الجمهور اللي كان ورا الحارس كان سبب الاجوان دي. كان في اخطاء من لعيبه سان داونز في ارتباك. تخيل بقى المدرج كان مليان، تخيل الزمالك يلعب في ملعبه مليان جماهير، تخيل الدوري بقى فيه انديه جماهيريه. مش عارف ازاي ما فيش جماهير دلوقتي في مصر. من 2011 لحد دلوقتي بنعاني كاننا الاهلي والزمالك وبيراميدز واي فريق بيلعب في افريقيا بيلعب بره وجوه بره ارضه. بره شوف الجماهير الوداد، شوف الدوري السعودي عامل ازاي، شوف جماهير الرجاء، شوف جماهير سان داون، شوف الفرق الافريقيه دلوقتي المدرجات بقت مليانه. المدرجات دي الجمهور ده هو سبب فوز اي فريق ببطوله. لكن احنا هنا في مصر بندخل 10,000 متفرج بالعافيه في الماتشات الكبيره، ونقول هي اللعبه اللي مش في يومها، هي اللعبه اللي هي بتعرفش تلعب كوره دي بتلعب ليه؟ ما اكيد بتلعب بسبب عدم وجود جماهير، بسبب ان اي ماتش في الدوري المصري كانه تدريب. اي لعيب وحش حلو بيبان، ما بيبانش، ما بيظهرش، ما بيبانش عيوبه. لكن حط لعيب تحت ضغط، حط الجمهور، حط الجمهور في الاستاد، املى الجمهور، رجع المدرجات، هتطلع لعيبه حلوه، هتطلع لعيبه دوليه دي اللي تمثل مصر في اي بطوله اوروبيه، في اي كاس عالم، في اي بطوله، في اي معترك، في اي حاجه. زود محترفين. شوف الوقت منتخب الشباب عامل ازاي. مفيش نظام في مصر، اي مدرب والسلام تبع فلان اسمه فلان بيدرب منتخب مصر، والنتيجه ايه؟ خرجنا بفضيحه من بطوله كاس عالم الشباب. قصدي كاس عالم ايه، طلعنا من بطوله افريقيا لشاب بسبب مدرب اسمه محمود جابر. كل معرفته بالكوره ان هو والد عمر جابر لاعب الكوره الذي لا يفقه شيء عن كره القدم. وبنشوف منتخب الناشئين محمد وهبه، معرفش مين محمد وهبه، وبرضه فشلوا. وعندنا اجيال الشباب كلها خلاص، الاجيال دي كنسلت، ما عادش لها بطولات ولا عاد لها اي مستقبل، وفي واسطه ومحسوبيه، ولا في اي جمهور ولا في اي حاجه. وبنقول في كوره في مصر؟ مفيش كوره في مصر. واي حد يقول في كوره في مصر، الدوري المصري من اضعف الدوريات دلوقتي. شوف الدوري السعودي استقطب كريستيانو، شوف الدوري القطري، شوف الدوري الاماراتي، شوف الدوري العراقي، شوف الدوري السوري. الناس كل دي سبقتنا خلاص، واحنا هنا في مصر لسه بنحط مصاطب اعلام يقعد ينجم في فلان وينجم في علان. يلا، انا له وانا لا راجعون على الكره المصريه.